زين الدين بالعيد مدافع الأهلي المحتمل في ميركاتو يناير المقبل إن شاء الله. زين الدين بالعيد اسمه ترشح قبل كده مرة أو مرتين للنادي الأهلي، ولكن بقى أنا جاي النهاردة علشان أحلل اللاعب ونشوف ونسأل بعضنا بعض الأسئلة اللي هجاوبها في نفس الفيديو. هل زين الدين بالعيد يستحق الانضمام للنادي الأهلي؟ هل زين الدين بالعيد أفضل من مدافعين الأهلي الحاليين؟ وأيضا هل يعتبر زين الدين بالعيد لديه خبرة على التحمل تحت ضغوطات جمهور الأهلي وتحمل البطولات التي يدخلها النادي الأهلي؟ خلينا نشوف. ولكن قبل ما ندخل على التحليل ما ننساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام واللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. معلومات سريعة عن اللاعب. زين الدين بالعيد لاعب يبلغ من العمر 26 سنة، طوله حوالي 187 سم، يلعب بالقدم اليمنى، وقيمته التسويقية حوالي 725 ألف يورو أو دولار، الله أعلم بالظبط. ولكن يا صديقي العزيز من أبرز محطات اللاعب إلى الآن وهي نادي اتحاد العاصمة الجزائري، لأن اللاعب هناك قدم مستوى رائع جدا يا صديقي العزيز، ما شاء الله تبارك الرحمن. والآن يلعب زين الدين بالعيد مع نادي شبيبة القبائل. ولكن هل يستحق زين الدين بالعيد الانضمام للنادي الأهلي؟ خلينا نشوف. زين الدين بالعيد يعتبر من المدافعين صاحب القامة العالية، من المدافعين اللي في دوري أبطال أفريقيا وفي أفريقيا بالكامل صاحب قامة عالية في الكرات الرأسية للتصدي للكرات الرأسية. وأيضا يمتاز زين الدين بالعيد بالقوة الالتحامية، يعني قوة الالتحام اللي عند اللاعب ما شاء الله تبارك الرحمن عالية جدا، تخليه مناسب جدا للنادي الأهلي. وأيضا اللاعب يمتاز بالخروج بالكرة والطلوع بالكرة، لأن اللاعب يعتبر من أبرز مدافعين قارة أفريقيا اللي بتطلع بالكرة. وأيضا اللاعب دولي، يعني يا صديقي العزيز أنا بكلمك في لاعب دولي، مدافع يبلغ من العمر 26 سنة، قيمته التسويقية كويسة جدا، وأيضا لاعب طويل قامة مش قصير مثلا، ولاعب بيطلع بالكرة، قوي في الالتحامات. ولكن بقى يا صديقي العزيز هل زين الدين بالعيد أقوى من مدافعين الأهلي؟ خلينا نشوف. زين الدين بالعيد لو انضم للنادي الأهلي فأعتقد إنها صفقة رابحة جدا، لأن اللاعب هيبقى عامل موازنة كبيرة جدا في خط دفاع النادي الأهلي مع ياسين مرعي وأيضا ياسر إبراهيم. ولو كمل أشرف داري، فلو راح لاشرف داري اللي انا بعتبره من افضل مدافعين قاره افريقيا، يرجع بس ويتفرج على اشرف داري ده ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله، يعني يعتبر من افضل مدافعين دوري ابطال افريقيا ومن افضل مدافعين الدوري المصري وافريقيا بالكامل. لو رجع اشرف داري ممكن يبقى في كلام تاني، الله اعلم ايه اللي هيحصل بالظبط. وايضا يركض ياسير مرعي طلوع بالكوره، ولكن بصراحه بالعيد مالي عيني او في حته الطلوع بالكوره. وايضا ياسر ابراهيم قوه الالتحام وهكذا يمكن اقوى شويه من بالعيد، ولكن بالعيد يتفوق بطول القامه ويتفوق ايضا على ما اعتقد بالطلوع بالكوره كويس. واعتقد ان بالعيد انت ممكن تستخدمه كباك يمين، ودي ممكن تبقى غريبه شويه، لانك ممكن لو جبت بالعيد واستمر اشرف داري فانا اعتقد ان بالعيد لو اتوظف في الباك اليمين هيقدم اداء كويس جدا ان شاء الله. والسؤال الاخر هل زين الدين بالعيد يعتبر من افضل مدافعين قاره افريقيا؟ خلينا نشوف. انا ترتيبي كالتالي في حته الطلوع بالكوره، وهو محمود مرعي وايضا اسامه جلال وصلاح مصدق في مركز 2، احمد سامي وياسين مرعي في مركز 3، وزين الدين بالعيد معاهم. لان زين الدين بالعيد من المدافعين اللي انا بشوفه بيطلع بالكوره يا جماعه كويس جدا، وطبعا بجوار صلاح مصدق المغربي ايضا اللي الله اعلم هل هو فعلا فسخ عقوده مع نادي الزمالك ولا لا. والسؤال الاخير هل زين الدين بالعيد لديه خبرات في افريقيا؟ خلينا نشوف. زين الدين بالعيد لعب قبل كده مع اتحاد العاصمه وبيلعب في الموسم الحالي مع شبيبه القبائل، فاعتقد ان هو عنده خبرات كبيره جدا في دوري ابطال افريقيا بدل ما تغامر وتجيب مدافع اوروبا او هكذا. فاعتقد ان زين الدين بالعيد هو المدافع الانسب للنادي الاهلي، وايضا عندما رشح قبل كذا لنادي الزمالك. ولكن نادي الزمالك اعتقد ان حاليا مع قدوم محمد اسماعيل والله اعلم في فعلا تفاوضات مع هادي رياض ولا لا اللي انا عملت لك فيديو عنه، فاعتقد ان الزمالك مش محتاج بالعيد قوي. وما تنساش يا صديقي العزيز مره ثانيه تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لا كل اشتراك في القناه وسلام.